شايف الصورة دي؟ هتصدقني لو قلتلك إن دي أول أشعة في تاريخ الطب؟ في سنة 1895 كان في عالم فيزياء اسمه ويليام رونتنجن، كان بيعمل تجارب على أنبوبة أشعة الكاثود. تطلع إيه بقى أنبوبة أشعة الكاثود؟ دي بكل بساطة عبارة عن قطبين، واحد موجب وواحد سالب، وفي مصدر كهربي بينقل الإلكترونات السالبة ناحية القطب الموجب، فبيعمل شعاع من الإلكترونات العلماء سموه أشعة الكاثود. وفي آخر الأنبوبة في شاشة، كل أما الشعاع ده يخبط فيها تنور وتطلع ضوء. رونتنجن لما عمل التجربة دي حط ورقة متغطية بالفلور جنب أنبوبة أشعة الكاثود، بس حطها بعيد عنها لأن أشعة الكاثود ما بتعديش لمسافات كبيرة، وغطى الأنبوبة دي. ولما عمل التجربة لقى إن الورقة دي نورت، فده معناه إن أنبوبة أشعة الكاثود بتطلع أشعة تانية، فسمى الأشعة الغريبة دي أشعة إكس، وحط إيد مراته فطلعت لينا الصورة اللي وريتها لك في أول الفيديو. استنى الجزء التاني عشان أشرح لك إزاي الأشعة دي طلعت واستفدنا منها إزاي.